اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم مره اخرى في مطبخ سهيله. كنتمنى انكم تكونوا مزيانين وكدوزوا ايام رمضان بتمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم شوربه بالخضر، ورقائق الشوفان والقمرون او لي كروفيت. كتجي لذيذه بزاف، حسن من الحريره، خفيفه ولذيذه. كنتمنى انكم تجربوها. اذا جربتوها ما تنسوش انكم تقولوا لي كيفاش جاتكم. اذا بغيتوا تعرفوا كل المقادير وطريقه التحضير تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وفرجه ممتعه. ونبداو على بركه الله ونمشيو نشوفوا المقادير. بالنسبه للخضر فكتبقى على حسب المتوفر عندكم وعلى حسب شنو اللي كيعجبكم. عندي حبه من البطاطس، جوج ديال الحبات من الطماطم، ونصف حبه من بصله كبيره. غادي نحتاجو ايضا جوج ديال الحبات من القرع الاخضر او الكوسه بهذا الحجم هذا. غادي نحتاجو 3 ديال الحبات ديال الجزر، تقريبا واحد 200 غرام او 100 غرام ديال الفاصوليا الخضراء اللي نقيناها او اللوبيا الخضراء. غادي نحتاجو واحد الربطه صغيره من الكرافس، لتر ونصف من الماء، الملح والفلفل الاسود. ومن بعد غادي نشوفوا التتمه ديال المقادير. غادي ندوزو الان ونمشيو نقطعوا الخضر ديالنا. كنقطعوا بحال هكا الجزر لقطع متوسطه الحجم، ما تكونش صغيره، غير باش يطيبوا لنا بسرعه فاش نبغيو نطيبوهم. قطعت الجزر لهاد القطع هادو. من بعد غادي نقطع الكوسه او القرع الاخضر غير بحال هكا. ناخذوا حتى البطاطس حتى هي كنقطعوها لقطع متوسطه الحجم. هكا كنساعدوا الخضر انها تطيب بسرعه. البصل ايضا. بالنسبه للطماطم فما غاديش نقشروها، غادي نخليوها بالقشور ديالها، حيت من بعد كلشي غادي نصفيوه في واحد الصفايه. غادي غير نزولوا لها هاد الجهه هذه منها، وغادي نخليوها حتى بالبذور ديالها، باش هكا حتى ديك البذور كتطلق ديك الحموضه اللي كتكون فيها. غادي نقطعوها لاربع قطع. ومن بعد ناخذ طنجره الضغط وغادي نحطوا فيها كل هاد الخضر اللي سبق لينا وقطعناها: طماطم، البصل، البطاطس، القرع الاخضر والجزر، اللوبيا الخضراء والكرافس. من بعد غادي نضيفوا القليل من الملح والفلفل الاسود، نضيفوا الكميه ديال الماء تقريبا كيف قلت لكم واحد لتر ونصف من الماء. وغادي نرجعوا هاد الطنجره على نار متوسطه لمده ديال ربع ساعه حتى ل 25 دقيقه على ما كطيب لينا الخضر، ونتلاقاو. بعد غادي نحتاجو ملعقه كبيره من المركز ديال الطماطم، القليل من الملح، البابريكا، الزنجبيل والكركم. وهنا عندي الكروفيت. بالنسبه للكروفيت فكيف كنعرفوا النكهه ديالو كتكون مجهده شي شويه، فحبات قليله منه غادي تعطينا واحد النسمه لذيذه بزاف لهاد الشوربه هذه. الا ما كانش متوفر فممكن انكم تعوضوه بقطع صغيره جدا من الدجاج او لا كويرات صغيره جدا من اللحم المفروم. من بعد غادي نحتاجو رقائق الشوفان. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني عليه فكيكون الشكل ديالو بحال هكا. انا كنستعمل هذا اللي كيكونوا الحبات ديالو شي شويه كبيره، وكاين اللي كيكونوا الحبات ديالو صغيره شي شويه. فاذا ما كانش متوفر حتى هو ممكن انكم تعوضوه بشوربه عاديه. فهاد الشوربه كتكون صحيه جدا. بالنسبه اللي كنستعمل انايا فهذه هي الباك ديالو اللي كنستعمل، كيجي بحال هكا. غادي نحتاجو ايضا قليل من الزيت. بعد مرور تقريبا 25 دقيقه على نار متوسطه فكيف غادي تشوفوا معايا كنجربوا الخضر ديالنا الى طابت. الا كانت باقي خاصها طياب فغادي نرجعوها واحد المده ديال 10 دقائق على نار متوسطه. من بعد ما طابت ليا الخضر فغادي ناخذها ونوضعها في واحد الاناء، نوضع معها هذاك الماء اللي وضعناه فيها، وغادي نمشيو كنطحنوها. ضروري انكم تطحنوها جيدا باش هكا كتطحن لكم مزيان وكلشي كيطلق ديك النكهه ديالو. غادي نطحنوا الخضر ديالنا بحال هكا، ومن بعد غادي نمشيو كنصفيوها في واحد الطنجره متوسطه الحجم اللي غادي نرجعوا نطيبوا فيها هاد الشوربه هذه. فمن بعد ما كنصفيو الخضر ديالنا فكل شيء كيتصفى مزيان، كل دوك الجلوفه ديال المطيشه وديك البذور ديالها كلشي كيبقاو في الصفايه، وهكا كتجينا الشوربه ديالنا كريميه وما كيبقى فيها حتى شي حاجه.
من بعد كيف كتشوفوا لا تكستور ديالها فانتوما اللي كتحكموا فيها. الا بغيتوا الشوربه ديالكم تبقى هكا كريميه وتبقى ثقيله شي شويه فما غاديش تضيفوا لها الماء، ولا بغيتوها انها تكون سائله فبطبيعه الحال غادي تضيفوا لها القليل من الماء، من هذاك الماء اللي غادي تطيب فيه هذيك الشوربه هذيك. من بعد غادي نوضعوها على نار متوسطه ونخليو الشوربه ديالنا كتبدا كطيب. غادي نضيفوا لها القليل من الزيت والتوابل اللي سبق لي وذكرت لكم. وغادي نخليوها لمده ديال واحد 10 دقائق غير على ما كتبدا كطيب. ومن بعد نضيفوا لها رقائق الشوفان اللي قلت لكم ممكن تعوضوه باي شوربه كانت متوفره عندكم في المنزل. كتضيفوا الكميه اللي بغيتو اللي كتفضلوا نتوما. غادي نخليهم لمده ديال واحد 5 دقائق، ومن بعد نضيفوا الكميه ديال الكروفات اللي عندنا اولا الكميه ديال الدجاج اولا اللحم المفروم اولا اي حاجه كنتو كتفضلوها. بالنسبه للكروفيت اللي عندي فانا خديته قطعته لقطع صغيره باش هكا كيجي في الشوربه كامله، ماشي كيجي هكاك غير حبات قليله. صافي غادي نخليو الشوربه ديالنا كطيب لمده ديال واحد 10 دقائق، ومن بعد نقدموها بالصحه والراحه. كنصحكم بزاف باش انكم تجربوا هاد الوصفه هذه حيت كتجي لذيذه بزاف، والاهم من هادشي كامل انها صحيه وممكن انكم تعطيوها لوليداتكم الا ما كانوش كياكلوا لكم الخضره. فغادي تعجبهم بزاف. الا عجبتكم حلقه اليوم خليوا لي اعجاب واشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروها باش توصلوا بكل جديد الوصفات وجديد الفيديوهات. ما تنساوش ايضا متابعتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الروابط كلها غادي تلقاوها في صندوق الوصف. كنتمنى انكم تكونوا كدوزوا اوقات سعيده مع العائلات ديالكم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.